وبتبدأ الحلقة الأولى ونسدي مع عائلة اسمها آدم، وآدم مشهورة بالسحر وتحضير الأرواح، وبيكون أبوها عايز ونسدي تكون زي آدم، وبتكون رايحة أكاديمية نيفر، ودي أكاديمية بيستخدموها في تعليم السحر. وده واحد من اللي هينضم للأكاديمية، وكان قاعد بيشرب شاي وشاف مستذئب بيهجم عليه وبيخلص عليه. ودي لارسا بتكون مديرة المدرسة، وبتكون المديرة مامة وينزدي، وكانوا زمايل في المدرسة زمان، وتم قبول وينزداي في المدرسة، وكمان في أخصائية نفسية هتتابع معاها في الأسبوع، وبتكون مدرسة مميزة وهتقعد في جناح اسمه أوفيليا مع زميلتها سين. وهي داخلة تشوف الجناح اتشقمت من الألوان اللي على الحيط، وبيكون اللون الأسود، وبتكون ميزة المدرسة إن اللي فيها بيحب اللون الأسود وبس. وبتنزل مع سين كير وبتعرفها عن نوعية المدرسة، وبيكون النوع الأول مصاصين الدماء، وبيكون لقبهم الأنياب، وبيعيشوا فترات أطول من حياة الإنسان. النوع الثاني المستذئبين، وده نفس النوع اللي بيكون سين كلير منه، ووقت تحولهم دايما مع اكتمال القمر. والنوع الثالث بيسموه الحرس، وبيكون زي حوريات البحر، وده أكتر نوع لفت انتباه ونسدي. وده أي جاكسل، وبيكون من النوع الرابع واسم النوع الفرعوني. وبعدها أهلها بيودعوها علشان سايبينها وماشيين، وأمها بتهديها لو فكرت تهرب هتجيبها، والبنت ولا فارق معاها، قالت لها ههرب ومش هتقدري توصلي لي تاني، ودي سلسلة تقدر تستخدمها في الرؤى والأرواح. وهم ماشيين أبوها رمى إيد تتبع خاصة بيه علشان يراقب بنته وينزدي، وفي التوقيت ده اكتشف إشلاء بشر مقتولة في الغابة. المأمور شك إن في حد من نيفرمور هو اللي قتلهم، بس للأسف مش قادر يثبت ده عليهم. وبنرجع لوينزداي الغامضة. أول حاجة عملتها في الجناح قسمته نصين، نص ليها والنص التاني رفقتها، وخلت نصها كله أسود. ودخلت عليهم سورون، ودي مشرفة في القسم الأجنحة ومعلمة في قسم النباتات، وكانت جاية تقول لها قواعد المدرسة، وطلبت منها ما تعملش مشاكل مع زميلها. وتاني يوم نزلت سباق الأسلحة، وتحدد بطلة الشيش بتاعتهم. مع أول جولة خدت منها نقطة وفازت، وبعدين اتعادلوا، وهنا طلبت منها إن النقطة الأخيرة بدون أقنعة، وإن الفايز يكون أول شخص يعور التاني، فوافقت. ونزي كانت سعيدة جدا، بس للأسف خسرت. وفي المستشفى اتعرفت على وينرد، وبتكون عايزة تهرب عن الأنظار، وكان حد هيقتلها، وأنقذ واحد من مصاصين الدماء وبيكون اسمه إزكتفور، وبيكون عايز يرد لها الجميل. وبتسأله جميل إيه اللي بتقول عليه، فقال لها إنها أنقذته قبل كده من الموت، وده حصل في وقت وفاة جدتها، اللي صادف إنه كان نايم في التابوت قدامها. ونزدي لقت تتبع أبوها، وبتكون كائن عبارة عن إيد، وخيرته خيارين: الأول تحبسه لحد ما يدبل ويموت، والتاني يتعهد ليها بالولاء الدائم. وبيختار الاختيار التاني، وهو إنه يكون وافي ليها. وبتكون المهمة الأولى يساعدها، وهي إنها تهرب من المدرسة. وبنروح على مدينة جيريكو، ودي بلد كل اللي عايشين فيها مسالمين. لارسا المديرة أخدتها هناك علشان تبدأ أولى جلساتها مع الدكتور كم. والدكتورة لاحظت جراءة البنت وعلها اللي سابع عمرها، وسبب الجلسة دي لما انتقمت من الشاب اللي حبس أخوها الصغير، لأن الشاب حصل له عاهة مستديمة بسببها، والبنت مش ندمانة ولا لحظة. والكلام ده معناه إن وينزداي سيادية بتحب العنف والتعذيب. وبعدين الكلام اتقلب لثلاث روايات من كتاباتها بعنوان أفعى الموت، وبيتكلموا عن بنت اشتغلت محققة وهي في سن المراهقة، وإن أول صحفية انتقدت روايتها بعتت لها هدية علشان تنتقم منها. وبعدها استأذنت تدخل الحمام بمساعدة سن، فتحت الشباك وقررت تهرب. وفي الطريق خبطت في واحد، فجالها رؤية شافته فيها وهو بيموت، وعشان هي شخصية عنيفة ما اهتمتش بأمره وقررت تهرب. راحت المحل تشتري قهوة، وعرفت الآلة اللي بتعملها عطلانة ورقم تعليمات الآلة باللغة الإيطالية، فهي عرفت تقراها وبدأت عمليات التصليح. والسبب اللي خلاها تعمل كده لما كان عندها 9 سنين اخترعت جهاز شبه علشان تستخدمه في قطع روس الدمية بتاعتها، واتصلحت الآلة وتعرفوا على بعض. وقال أنا اسمه تيلر، وبيقول لها إنها تستناه يخلص الشيفت بتاعه، وهينقل لها المكان اللي هي عايزة تروحه. وأثناء الانتظار دخلوا عليها 3 صبيان تابعين لمدرسة تانية، واتخانقت معاهم وضربتهم كلهم،
وبيجي أبو تيلر مأمور مدينة جيريكو، وأخيرا وصلت لاريسا وأخدتها ومشيت. بس قبل ما تمشي بتعرف إن أبوها خبز آدم ومطلب في جريمة قتل وهربان. والأغرب إنها شافت حادثة الراجل اللي كانت شافت رؤيته من شوية. وبنعرف في نهاية الجزء الأول من الموسم الأول إن البنت أي رؤية بتجيلها بتتحقق فورا. وبكده يكون انتهى مسلسلنا النهاردة. كتب ومنتج منتصر كمال الدين، إعداء وتقديم عمر عبد العزيز. سلام.